متجوزة بقالها شهر، واخدة جوزها عن حب لأنهم كانوا زملاء في الجامعة. من ساعة ما اتجوزت طبعا الأسبوع الأولاني كانت مامتها بتجيب لها الأكل، الأسبوع التاني بدأت حماتها وإخوات جوزها يجيبوا لها الأكل، تالت أسبوع مطالب منها إنها بتطبخ، بتقول اكتشفت إن أنا ما بعرفش أطبخ، أنا ما بعرفش أعمل غير بيض أومليت، بيض شكشوكة، بيض بالسمنة، بيض مسلوق، بطاطس مسلوقة، بطاطس مقلية. عارفين الحاجات اللي هي ايه يعني بتاعت الفطار. دول هريت جوزي 15 يوم ما بين البيض وما بين البطاطس، لدرجة انه زهق واتقمص وبدأ يختفي ويغيب عن البيت طول النهار. تتصل عليه انت فين؟ يقول لها انا قاعد مع ماما، انا باكل لقمة ترم عظمي، انا معدتي وجعتني من البيض ومن البطاطس، انا موظف، انا عايز اجي اكل لقمة كويسة، وانت عايشالي الدور ما بعرفش اطبخ، ما بعرفش ادخل المطبخ. طب لما انت ما بتعرفيش اتجوزت ليه؟ بتقول لي صعبت عليا نفسي. عيطت في التليفون ليه؟ قلت له اعتقد ان انا قلت لك واحنا في الجامعه انا ماما هي بتطبخ وهي اللي بتعمل كل حاجه، انا ما عنديش وقتي كله في الدراسه، وانا مش في كليه عاديه، ده انا في كليه قمه هندسه علشان انجح، وفي نفس الوقت في الاجازه بشتغل مع بابا في المحل بتاعه. انا ما كدبتش عليك لما قلت لك ما بعرفش اطبخ. طول رد عليا ساعتها وقال لي انا كنت فاكرك بتهرجي، بتقولي كده ما بنات كتير بيقولوا ما بعرفش اطبخ وهم اساتذه، اللي ما بيعرفش يتعلم. لما انت عارفه انك انت هتتجوزي كنت بداتي تدخلي المطبخ وتتعلمي، لكن متجوزه وانت عارفه لي البيض واللي مش عارف البطاطس، انت هريتي معدتي، نوعي شويه. قلت له حاضر، تعالى واتغدى معايا واعمل لك اكله جديده. قال لها هتعملي لي ايه؟ قالت له ابدا اللي انت عايزه. قال لها قولي لي هتعملي ايه؟ قالت له هفتح علبتين تونه نتغدى انا وانت، انا وانت. دول قفل السكه في وشي، وانا قعدت اعيط، صعبت عليا نفسي. فين الحب اللي كان مشبعني بيه؟ فين الشعارات الوردية اللي كان بيسمعها لي؟ المشكلة يا توحى لما رجع بالليل سلام ربنا ما قالهوش ليا، 5 ايام ما بيكلمنيش، يخرج الصبح من غير صباح الخير ويرجع من غير مساء الخير، كأني بالظبط كرسي في البيت وانا بين 4 حيطان انام واقوم بدموعي، مش عارفه اعمل ايه. احكي لامي على خيبتي في اختياري، لانها كانت بتقولي انا مش مرتاحه له، الواد ده اصفراني، ولا احط سكينتي في قلبي يمكن يتغير ويحس بيا. دبريني الله يكرمك، انتي امي التانية، مش عارفه اعمل ايه. عارفين يا جماعه وهي بتحكي لي وبتعيط ابقى كدابه لما اقول لكم ان عيني ما دمعتش معاها، ان حزنت انها عروسه وبدل ما تعيش ايام الفرح عاشت النكد
علشان قلة الاكل. بصي يا حبيبتي، انت غلطتي في حاجتين، وبما انك، وده شرف ليا انك شبهتيني ان انا بامك وامك التانية، اقبلي مني الكلمتين دول. الغلطة الاولى ان انت بتقولي انك قلتي له ان انا ما بعرفش اطبخ، ولما اتخطبتي له ما حاولتيش تدخلي المطبخ حتى قبل الجواز بشهر تبتدي تتعلمي بعض الاكلات. انت خلاص اعتمدتي ان انت قلتي له وهو قال لك هاكل بالموجود، عارفه، وخلاص، ونسيتي ان كل ده كلام في الهوا. ده في يقولوا لك اقرب طريق الى قلب جوزك معدته. الراجل يحب اللقمه النظيفه، وفعلا مش هيعيش على البيض والبطاطس. الواحد بيزهق، ويوم ما تنوعي تقولي له تونه. انت غلطتي، ومامتك غلطت الغلط الكبير. مامتك او اي ام ما تدخلش بنتها المطبخ معاها غصب عنها، تعلمها بعض الاكلات. يا ست الحلويات بتتباع بره، تعلمي حتى بعض الاكلات. والاكل انت عارفه الطبيخ مش مشكله يعني، ده حتى لو قالت لك حطيه كله مع بعضه وحطي مش عارف كذا، عارفه خلاص انت طبختي، بس كانت عرفتك. فدي غلطه مامتك بالدرجه الاولى، وانت بالدرجه الثانيه، ان انت خلاص انت قايله له واستسلمتي بقى واتجوزتي على كده. الغلطه الثانيه ان انت بقالك 5 ايام في البيت ما بيكلمكيش، وعايشه في البيت يعتبر لوحدك، قاعده تعيطي. تعيطي على ايه؟ خايبه. افرضي لا قدر الله جرالك حاجه، اتلبستي والعياذ بالله، الامراض مسكتك والعياذ بالله من كتر الحزن والعايط، جوزك هينفعك؟ مفيش راجل بينفع حد يا حبيبتي، ولا ست بتنفع حد. في ايه؟ ليه تدمري صحتك بنفسك؟ انا من رايي خدي هدومك وروحي بيت اهلك معززه مكرمه، واحكي لمامتك كل حاجه ولباباكي، وابتدي اقفي مع مامتك، اقفي معاها في المطبخ وتعلمي في المطبخ، مش تروحي تقعدي تعيطي وعايشه الدور النكد، لا، ابتدي تعلمي الطبيخ. وما تتصليش عليه، سيبيه، شوفيه هو هيعمل ايه. والله باقي عليكي وشريكي هيلف في لفته ويرجع لك يعتذر لك، هيكون اتعلمت لك كام صنف اكل. والنت كمان ما سابش حد، بس تعرفي اساسيات الاكل، بعد كده تتعلمي من النت. اتصلي بمامتك تبقى تعرفك، تبقى مامتك يا ستي يوم في الاسبوع تجيلك او انت تروحي لها، ده اللي تعمليه. لكن ما تجيش مثلا اسبوع شهر ما يسالش عنك وانت اللي تتصلي. خلي عندك كرامه. اتصل وباقي عليكي، اهلا وسهلا، عاتبيه بالراحه بينك وبينه، وقولي له انا كنت قايله لك. يقول لك انا كنت فاكرك بتهزري، قولي له بهزر ازاي؟ ما انا زميلتك في كليه الهندسه، وانت عارف بخلص دراستي في الاجازه بقف مع بابا في المحل، يبقى انا بقى اجيب وقت منين؟ يا سيدي عايز طبيخ، خلاص، يا كنت تستحملني على ما اتعلم الطبيخ، كفايه انك انت ما وافقتش ان انا اشتغل ورضيت بكلامك، يا اما جيب لي واحده تطبخ بالراحه. ما اتصلش يا بنت الناس، خدها حلوانه بسلوانه وتلكك، ثقي تماما ان هو لا كان بيحبك ولا نيله، ده بيتلكك عشان الانفصال. فانتي
اصبري واستفتي قلبك، وكرامتك فوق كل شيء. باقي عليكي اهلا وسهلا، مش باقي باحترامي ليه يدور في 60 داهية، مش من قلة الرجالة. ابتدي اشتغلي مع باباكي، وابتدي ايه، شوفي حياتك، تقفي في المطبخ واشتغلي واثبتي كيانك، وربنا يعوضك باللي احسن منه لو لا قدر الله طلع قليل الاصل. لكن انا ضد انك انت تفضلي تعيطي وشايله الحزن. يا بنتي الحزن بيقتل صاحبه، صدقيني. العيط بيدمر مش بيبني، فبلاش. انا بقولك ده عن تجربه. انا موت امي خلاني فعلا في حاله نفسيه زفت، وانت تفتكري ان ده كويس بالنسبه لي؟ لا طبعا. انا بحاول اقوم من كبوه الحزن، بحاول اعافر، لان الحزن اثاره وحش على الصحه. فيا بنتي بلاش الحزن. وطبخ ايه يا خي؟ طب انت عارفه بقى امك اللي هو انا، والله يا بنتي انا اصناف كتير جدا ما بعرفش اطبخ. اولا صنف الحلويات كله ما بعملوش، ويوم ما حاولت ان انا اعمل بيتي فور، عارفه كنت عاملاه بسمن بلدي لوز. البيتي فورايه كانت قد الجنيه كده، عارفه اللي هو الفضيه حلوه، كبرت قد الفطيره. اللي ياكل حته صغنونه كده لا مؤاخذه يجيله اسهال. بقى اخواتي مسمينه المليل. عادي، اقوم الدنيا ايه يعني. بس بقيت الطبيخ، عارفه كنت بطبخه ني في ني. واسالي مامتك يعني ايه ني في ني. اولا مريح، تاني حاجه مفيد للصحه للمعده. بس انا جيت الحق انا بطبخه على ني في ني عشان مريح، كله مع بعضه. اتعلمي الطبيخ الني في ني، مش حاجه. والله يا بنتي الطبيخ ما حاجه. ده انت على ما تعملي كوبايه شاي هتكوني قلبت الطبيخ على البوتاجاز. بس المهم انك انت تنوي، والاهم انك انت تنسي الحزن، تنتبهي لصحتك، تاكلي، تشربي، تخرجي مع والدك ووالدتك، تتفسحي معاهم، وانسي الهم والحزن. مفيش راجل يستاهل انك انت تبكي علشانه وتحزني علشانه. والله يا بنتي مفيش حد يستاهل، لا راجل قليل الاصل ولا ست قليلة الاصل تستاهل. صحة البني ادم بس هي اللي تستاهل. دي لو ضاعت دي تبكي عليها العمر كله. ده رأيي، انتوا رأيكوا ايه؟ تفضل قاعدة في شقتها تعيط وشايلة الحزن وتنام بدموعها وتقوم بدموعها لا قدر الله يحصل لها حاجة، ولا تروح بيت أهلها تفوق وتبتدي تتعلم الطبيخ وتنسى جو الكآبة اللي هي فيه؟ في انتظار تعليقاتكم. قبل ما أقول سلام، انتوا عارفين رجائي وطلبي اللي بطلبه منكم كل يوم: رحموا على أمي حبيبتي، وعلى أبويا حبيبي وحبيب نور عيني، وعلى كل أمواتنا. ربنا يرحمهم ويجعلهم من أهل الفردوس الأعلى في الجنة وفي أعلى درجات العليين. آمين يا رب العالمين. سلام.